السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. بس عايزة منكم بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. يلا بينا نصلي على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا معايا هنا شوية خضار، معايا بطاطس وطماطم وتوم وجزر وفلفل، يعني فضيت كل اللي كان في التلاجة. وقلت بقى ايه، هعمل النهاردة اكلة كده اختراع فريدة كده من نوعها علشان نغير كده الوصفات. بصوا بقى، انا مش هقول لكم انا هعمل ايه وهخليكم تتفاجئوا بالاختراع بتاعي. انا اول حاجة هنا هفصص كده توم علشان الاكلة، وكمان عشان املح بيه البتنجان اللي انا هعمله ده. عندي باذنجان كده كان في التلاجة، قلت بقى ايه املحه كده واحطه في علبة في التلاجة عشان كل ما اعوز مخلل او حاجة ما اشتريش، وفي نفس الوقت يبقى عندي حاجتي في التلاجة اخد منها على طول، وتبقى حاجتي موجودة عندي معايا. انا بقى ايه اقطع كده الرز كده بتاعت الباذنجان علشان هقليه في الزيت، وكمان هقشر بقى التوم بتاعي. انا قشرت هنا على فكرة التوم، وهبدأ دلوقتي بقى ايه اقطع كده البصل. هقشر البصل وهقشر البطاطس والجزر. بصوا بكحت كده الجزر اللي معايا، وهم 3 جزرات بس اللي كانوا عندي في التلاجة. بس عايزه اقول لكم الاكله دي اختراع يا كوتش، تحفه، طعمها جميل جدا جدا، عجبت جوزي وولادي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه. تابعي الفيديو لاخر حبيبه قلبي علشان خاطر تستفيدي منه، ما تاخديش الفكره كده وتجري على طول. لا، اول حاجه حطي لايك، وبعد كده اتفرجي على الفيديو للاخر علشان خاطر تستفيدوا منه للاخر. تمام؟ ممكن تكون في تركايه، ممكن تكايه كده فاتتك، لا، تابعي الفيديو للاخر وركزي معايا علشان خاطر تستفيدي من الفيديو. هنقشر بقى كمية البطاطس بتاعتي، ودي كمية البطاطس المناسبة للوصفة بتاعتي النهاردة. برضو مش هحرق المفاجأة علشان خاطر تبقوا ايه ماشيين معايا وتستنوا تتحمسوا كده علشان تشوفوا الفيديو للآخر. حبة فلفل كده بقى كانوا هيتبلوا كده ويبوظوا في التلاجة، لا تعالوا. وخدت شوية طماطم، مع ان الطماطم غالية اليومين دول ب15 وب12، فمش خسارة في الأكلة بتاعت النهاردة. والبطاطس ب12 جنيه برضو. وكان عندي بتنجان في التلاجة، وعندي 3 جزرات كده كانوا دبلانين، قلت لهم لا الصراحة انا مش هستغنى عنكم، هدخلكم في الوصفة بتاعت النهاردة، وكانت وصفة ناجحة واختراع هايل. وقرنين فلفل حلوين كده هيطعموا الوصفة بتاعت النهاردة. ونقشر بقى البطاطس، وهنغسل الطماطم وهنغسل الفلفل، والدنيا هتبقى تمام التمام. غسلنا البطاطس بتاعتنا والبصل، وادي الاختراع بتاعي. جبت ايه؟ جبت سجق. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي بالسجق. السجق يا اما بنشوحه يا اما بنعمله سجق شرقي، لا احنا النهارده هنعمله بطريقه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. والوصفه بتاعتنا من نص كيلو سجق هتكفي وجبه ل4 افراد، وهتفيد كمان. صدقوني، كميه الخضار اللي انا هحطها مع كميه السجق هتفيد لي تاني يوم كمان، كفتنا غدا وكفتنا تاني يوم غدا تاني. بمسك بقى السجق بتاعي كده، هو اللي بلاقيها كبيره بقطعها 3، واللي بقالها متوسطه بقطعها 2. وزي ما انتم شايفين كده في الفيديو هخلص كميه الصدق بنفس الطريقه. جيت بقى على البطاطس بتاعتي وهقطعها مكعبات بالشكل ده. ممكن تقطعيها نصاص براحتك، بس انا فضلت ان انا اقطعها مكعبات. معلش الكاميرا بس كانت بعيد شويه، دي يعني غلطه مني، سامحوني عليها. بص، انا باخد بطاطايه وبقطعها كده نصاص، وبعد كده بقطعها مكعبات. والفلفل بتاعي شلت القرون بتاعته كده وشلت منه البذر، وهقطعه دلوقتي. بس هخلص كمية البطاطس بتاعتي وهنقل على حاجة تانية. يلا بقى حبيبة قلبي، حطي لي كده لايك. كده انا خلصت كمية البطاطس، وهقطع بقى ايه الفلفل والجزر. انا ساكتة ليه؟ وحدوا ليه يا جماعة؟
لا اله الا الله. صلى على الرسول كده عقبال ما نخلص تقطيع الفلفل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، احنا الاكل ده ملهوش كتالوج. انتي يعني حطي حاجة على حاجة تطلع لك حاجة. ما تقيديش نفسك بحاجة معينة. يعني انا قعدت اقول هعمل اكل ايه، هعمل اكل ايه، الاكلة دي جات لي وانا قاعدة، غمضت عيني كده شوية، افتكرت خلاص انا هعمل اكله كذا كذا كذا. قمت طلعت السجق من الفريزر، وجبت الخضار بتاعي وجهزت حاجتي وتمام التمام. جبت بقى هنا البصلتين بتوعي وهقطعهم بالشكل ده. ممكن تقطعيهم مكعبات صغيره براحتك، عايزه تقطعيهم كده بس كده افضل على فكره، مناسب للوصفه بتاعت النهارده. هنقطع بقى بصلتين، البصل غالي يا جماعه ب24 جنيه. هناخد بقى بصلتين متوسطين كده، مش خساره في الوصفه بتاعتي والاختراع بتاعي النهارده. وكده بصوا البطاطس اتقطعت مكعبات، وهقطع بقى الجزر بالشكل ده. مش هقطعه مكعبات، هقطعه حلقات كده عشان خاطر ما يتهريش مني. عايزه اقول لكم البصل كان مخلي الوصفه بتاعتي مسكره جميله جدا، تحفه تحفه تحفه. جربوها مش هتندموا صدقوني. قطعت كده البصل بتاعي وحطيت معلقه سمنه وشويه زيت، وهشوح البصلايه ومش هخليها تحمر خالص، انا هخليها بس تدبل شويه، تدبل بس. وبعد كده بصوا هي هتدبل شويه، مش هستناها لما تحمر. هنزل بقى بالطماطم والفلفل. قطعت قرن فلفل حامي كده من اللي انا كنت حطاهم قدامكم، قطعته كده علشان يدي ايه الوصفه بتاعتي النهارده طعم. وهشوح بقى الطماطم كده مع البصلايه لحد ما الاقي الطماطم بدات تدبل، وهبدا انزل بايه بالبطاطا بالسجق. هشوح السجق بقى معاها. انا مرضيش اشوح السجق في الاول، قلت علشان خاطر هشوح البصلايه الاول علشان خاطر تدبل، والسجق كمان لما اشوحه مع البصلايه كده يشرب من طعم البصل. خلاص كده حسيت ان السجق كده والطماطم دبلت كده واتسبكت سنه صغيره. هنزل بقى بالبطاطس والجزر بالشكل ده كده، وهقلبهم برضو. ما نزلتش بالفلفل الرومي، انا هخلي الفلفل الرومي اخر حاجه عشان هو اصلا كان دبلان، وانا عايزاه لما نيجي ناكل الوصفه. انا عامه بحب احط الفلفل في اخر حاجه عشان بحبه مقرمش كده، بحب ان هو يقطم كده واحنا بناكل، ما بحبهوش مهري، فانا هخليه اخر حاجه. وفعلا نزلت بيه على اخر حاجه. هشوحه بقى تشويحتين كده مع الخضار بالشكل ده كده. ها ايه رايكم؟ تحفه فنيه ولا لا؟ اختراع يعني اختراع جميل جدا. عايزه اقول لكم من نص كيلو سجق عملنا غدوه، اكله تكفينا غدايين، يعني كلنا منها وتاني يوم كلنا منها. نزلت بقى هنا بالتوابل بتاعتي. وايه هي التوابل بتاعتي؟ مكعب مرق، حطيت ملح وفلفل اسمر وبابريكا والسبع بهارات. السجق هتقولوا لي ما السجق متملح، طبعا السجق متملح ومتحيق وكل حاجه، بس انا حطيت خضار فلازم احط توابل اطعم بيها الخضار اللي انا حطيته، وما بزودش التوابل. وعايزه اقول لكم التوابل دي كانت كافيه جدا، ما زودتش عليها اي حاجه. وبعد كده عصرت 3 طماطميات في الخلاط، وعصرت معاهم وطحنت معاهم كمان فصين توم، ونزلت بيهم بالشكل ده، ونقلتها على العين التانية وهديت عليها النار علشان خاطر تستوي براحتها. هاجي بقى هنا اهوت هقلي البتنجان بتاعي علشان خاطر نملحه. هقلي كده البتنجان، وبعد كده هاخد بقى حبة التوم اللي انا قشرتهم على قرن فلفل حامي ولا قرنين فلفل حامي، واحطهم في الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط، لان الكبة بتاعتي الكبيرة للأسف بايظة. وهضربهم لحد لما يبقوا فرم ناعم بالشكل ده. هنزل عليهم بشوية ملح وليمونتين ومعلقة خل وشوية كمون، وهقلبهم كويس جدا ومعلقة بابريكا صغيرة. وهملح بقى البتنجان زي ما انتم ما شايفين كده، هملحه وهاخد منه جزء هناكله جنب الغدا بتاعنا النهارده، والجزء التاني هملحه واحطه في التلاجة، بحيث لما اكون عايزه مخلل اقوم مطلعه على طول من اللي في التلاجة واقطع عليه قطيتين، وخلاص على كده بقى عندي المخلل بتاعي جاهز تمام. جنب بقى فول وفلافل، جنب اي غدا انت محتاجاه. لقيتي نفسك كده نفسك هفاكي تاكلي حاجه كده حادقه، تطلعي بتنجانيه كده وتقطعي على قطايه وتاكلي حاجه كده تحفه. جبت بقى هنا طماطميتين كده قطعتهم بالشكل ده، وهاخد عليهم بقى ايه معلقه توم اللي انا عاملاه في الكبه، معلقه كبيره كده، وانزل عليهم بشويه ميه صغيرين،
وهقلبهم كويس جدا. طبعا التوم دوت فيه خل وفيه ليمون فما زودتش خل. وهقلبهم كده وهنزل بيهم على البتنجان اللي احنا هناكله النهارده. لكن البتنجان اللي انا هشيله في التلاجة مش هحط عليه ولا ميه ولا طماطم، علشان خاطر الطماطم ما تحمطش وتبوظ لي البتنجان. لما اعوز اخد بتنجان هاخد على قد ما هاخد، وهقوم ايه مقطعه عليه. جيت بقى اخدت معلقه تقليه معلقه توم اللي انا عاملاها، وحطيت عليها معلقه خل علشان خاطر تحفظ لي البتنجان بتاعي كويس في التلاجة، ورحت مقلباها كويس جدا وهشيلها واغطي العلبه دي واحطها في التلاجة. وقت ما اعوز هطلع. وبكده خلاص البتنجان بتاعي خلص. وادي الوصفه بتاعتنا النهارده خلصت. حبه سجق كده، صينيه سجق محترمه بالبطاطس والفلفل والجزر، حاجه كده وهم جميله جدا. اختراع اختراع اختراع، صدقوني تحفه. وعملت جنبها كمان شويه رز ابيض، ممكن تعملي جنبها مكرونه محمره او رز بالشعريه اللي يريحك، او ممكن تاكليها بالعيش كمان. وطبق البتنجان بتاعنا، بصوا السجق تحفه، طعمه في منتهى الجمال. وكمان عصرت لهم كده عصير جوافه باللبن، وعملت لهم غدا حلو والحمد لله، واتقضت وعدى اليوم وكان في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى في غدانا النهارده وفي وصفتنا النهارده؟ يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ووصفتي النهارده تكون عجبتكم، والاختراع بتاع النهارده ووصفتنا تكون سهله وبسيطه ولذيذه على قلبكم. اتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. اللايك يا حبايب قلبي، اللايك بيدعم الفيديو، بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.